أعزائي مشاهدي قناة MAC، أسعد الله أوقاتكم. بنلتقي بكم من جديد. طبعا يعني وحشتوني جدا. الأسبوع الماضي اعتذرنا عن البرنامج نظرا كان ميعاده موعد البرنامج مع نفس لقاء منتخب مصر وتوجو اللي بنهنيه بالفوز خارج مصر 3-1، وكانت نتيجة مشرفة جدا وأداء ولا أروع. طبعا يعني في بوادر جميلة جدا الحمد لله رب العالمين. يمكن أهم الأخبار اللي احنا دايما يعني كنا منتظرينها وهي إجراء قرعة منطقة القاهرة لمسابقات الناشئين. هيكون معانا ده أهم خبر يعني النهاردة. الخميس المقبل منطقة القاهرة تجري قرعة مسابقة الناشئين موسم 2021. أعلنت منطقة القاهرة لكرة القدم برئاسة حمادة الشربيني موعد قرعة وانطلاق مباريات الناشئين موسم 2021 للأعمار السنية مواليد 99 و2000 و2001 و2002 حتى مهرجان البراعم كمان إن شاء الله بإذن الله هيبتدي قريبا جدا. يمكن زي ما قلنا ان ال 99 بطولة ال 99 جمهورية، 2003 جمهورية، 2001 جمهورية، 2006 جمهورية، 2009 و2001 و2003 هيتقسموا الى 3 مجموعات. 2006 نظرا لبعض الانديه اللي اعتذرت عن المشاركه في بطوله الجمهوريه ممكن هتبقى مجموعتين. واول انطلاقه لبدايه بطوله الجمهوريه هتبقى 4/12. هنبتدي ب 2006 ان شاء الله يعني بعد ايام قليله. طبعا الثلاث مجموعات 2009 99 هيبقى 3 مجموعات جمهوريه، 2001 هيبقى 3 مجموعات جمهوريه، 2003 ايضا هتبقى 3 مجموعات للجمهوريه. يمكن المواعيد والمباريات يمكن تم تحديدها. هيلعب ان شاء الله 99 هيلعب ايام الفترة اللي جاية هيبقوا حددوا خلاص المنطقة. يعني مشكورة جدا كابتن حمادة الشربيني والكابتن طبعا كابتن محمد حشيش المدير التنفيذي وكابتن أيمن حسان رئيس المسابقات. يعني جهد مشكورين عليه جدا 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 بشكل محترم. الدوري طبعا هيكون 3 مجموعات وفريق 2006 هيكون مجموعتين زي ما ذكرنا. هتبقى ايام المباريات دوري 99 هيبقى ايام الاحد والاربع من كل اسبوع. بدايه الدوري 6/12. يبقى احنا عرفنا 2006 هيبدا 4/12، 99 6/12 هيتلعب ايام الاحد والاربع. دوري الجمهوريه 2001 هتبقى المباريات تقام السبت والثلاثاء، هيبتدي اول مباراه 5/12. دوري 2003 جمهورية هتبقى المباريات أيام الاثنين والخميس. بداية الدوري 7/12. وكما ذكرنا دوري 2006 4/12 هيبقى الاثنين والجمعة إن شاء الله. ويمكن مهرجان البراعم خلاص يمكن تم تحديده وهيتلعب يمكن على مدار 3 أيام، جمعة وسبت واثنين أو جمعة وسبت وثلاث. يعني جهد مشكور جدا جدا لكل العاملين بمنطقة القاهرة، على رأس المنظومة الكابتن حمادة الشربيني، كما ذكرت أيضا الكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة، ودينامو منطقة القاهرة ورئيس لجنة المسابقات الكابتن أيمن حسان. كل الشكر لكل العاملين بمنطقة القاهرة. طبعا الخبر الثاني يعني كان مفاجأة جدا. كابتن ربيع ياسين يقوم بطرد العربي بدر لاعب الأهلي من معسكر منتخب الشباب. طبعا الكابتن ربيع ياسين المدير الفني منتخب الشباب قام بطرد اللاعب العربي بدر نجم النادي الاهلي تحت 20 سنه من معسكر المنتخب لما بدر منه من تجاوز ضد المدير الفني بعد وصلة هزار انتهت بطرد اللاعب من معسكر المنتخب الذي يستعد لبطوله شمال افريقيا المقرر لها هذا الشهر المقبل. وانا بقول برافو كابتن ربيع، برافو الالتزام، برافو الاحترام، بنرفع لك القبعه كابتن ربيع برغم ان الولد لعيب مهم جدا. لكن زي ما تعودنا ان الرياضه دايما اخلاق. الرياضه هي الروح الجميله، ما ينفعش تطاول على المدير الفني او اي فرد من الجهاز او اي نوع من المداعبات والسخافات اللي بتحصل من العربي مع اللاعبين اصدقائه. طبعا عدم ظهور اعراض كورونا صداع في راس نجوم القطبين قبل نهائي ابطال افريقيا. حالة من الذعر تنتاب نجوم الأهلي والزمالك في ظل إصابات عديدة من اللاعبين بفيروس كورونا دون ظهور أعراض.
الكابتن حازم امام ومحمد حسن والونش والزمالك، يعني مجموعه كبيره، كهربا وصالح جمعه ووليد سليمان ايضا في الاهلي. نتمنى ليهم الشفاء، ونتمنى لكل لعيبه مصر الشفاء ويكون نهايه محترم. لكن انا ليا تعقيب على بعض السوشيال ميديا اللي كتبت رئيس الوزراء بيقول اغلاق في المقاهي واغلاق في هل يعني في ناس كتير جدا ما عندهاش الارضي وما عندها، يعني ده احتفاليه. وبعدين النهارده لما تنزل الاسواق او تنزل المترو وتركب قطر، الزحام في كل مكان، الزحام في كل مكان موجود. يعني اعتقد حتى يعني نعمل تباعد، حتى كل واحد يحافظ على نفسه، لكن المقاهي تبقى موجوده، لان ده عرس كروي لن يتكرر على مدار تاريخ طويل جدا جدا. النهائي الافريقي يكون بين قطبين مصر وافريقيا، الاهلي والزمالك. طبعا يعني انا بشكر مراسلنا الجميل كابتن جمال الزملكاوي اللي بيتابعنا طبعا باستمرار، وبيراسلنا عن فريق ديروت الشريف اللي بيمثل مركز شباب ديروت الشريف في بطولة مركز الشباب. يمكن هو لعب مباراتين، لكن الحمد لله فاز في المباراتين. واحنا دايما بنتابع، وصفحتنا موجودة، صفحة البرنامج موجودة، صوت الناشئين مع الاعلامي محمد عبد الله. تابعونا بالاخبار، تابعونا بكل حاجة، واحنا لن نبخل دوركم، وهتكونوا معانا دايما وبنذيع لكم كل حاجة. بنشكر كابتن جمال الزملكاوي. طبعا حصريا لصوت الناشئين، حصريا فقط لصوت الناشئين، انطلاق دورة زد الودية الدولية الخميس المقبل، هتستمر على مدار 3 أيام. ومعانا الجداول حصري لصوت الناشئين. مواليد 2011 اليوم طبعا الخميس 26 هيكون الأهلي مع زد اف سي من 3 إلى 43 دقيقة، ملعب 3. الزمالك وبيراميدز هيكون الجمعة الأهلي والزمالك وزد وبيراميدز. السبت ويكون النهائي ما بين الزمالك وزد اف سي والاهلي وبيراميدز. طبعا بعد المواليد على طول معانا هم يمكن 2007 و2008 و2009 و2010 و2011. يا ريت الجدول اللي بعده على طول مباشره حصري لصوت الناشئين. بنشكر كل القائمين على المنظومه الرياضيه، منظومه كره القدم وقطاع الناشئين. بنشكر كابتن علاء نبيل برنس الكره المصريه، بنشكره على الثقه الغاليه. بنشكر كل اعضاء مجلس الاداره، الكابتن سيف زاهر، بنشكر الكابتن حسام ميدو، بنشكر يعني مش عايز انسى حد خالص. بشكر الكابتن الكبير برنس الكره المصريه كابتن علاء نبيل، اللي دايما يعني لينا حظوظ كبيره جدا معاه في الثقه، وان احنا قدرنا ننول ثقه او ننال ثقه كل رؤساء قطاعات ناشئين مصر. بنشكره. وبنشكر كابتن هشام حنفي، بنشكر كل الاداريين، بنشكر كل المنظومه المحترمه. في بعض الجداول، يمكن ده مواليد 2011 زي ما قلنا، هتبتدي الدوره يوم الخميس القادم 26 وهتنتهي يوم السبت 28. ويمكن في مؤتمر حاليا موجود مقام حاليا في نادي زد في الشيخ زايد. يعني حاجه مشرفه وحاجه جميله جدا. وطبعا انا قلت قبل كده ان نادي زد هيكون هو بيغطي على دورة نادي الصيد. طبعا انا معايا جدول 2010. جدول 2010 هيبقى ايضا الخميس 26 الاهلي واف سي وزد اف سي، والزمالك في نفس اليوم الزمالك مع بيراميدز. يوم الجمعة هيكون موجود في 2010 الاهلي والزمالك وزد وبيراميدز. ويوم السبت يوم الختام هيكون الزمالك وزد والاهلي وبيراميدز. ده 2010. جدول 2010 زي ما ذكرنا حضراتكم 2011 كان معانا دلوقتي على الشاشه. 2009 برضه ايضا هيبقى يوم الخميس الاهلي وزد اف سي والزمالك وبيراميدز. الجمعه 27/11 هيكون الاهلي مع الزمالك وبيراميدز مع زد اف سي. والسبت الزمالك وزد اف سي والاهلي وبيراميدز. مواليد 2008 الاهلي وزد طبعا الخميس 26 زد اف سي والزمالك وبيراميدز. الجمعه 27 الاهلي مع الزمالك وزد اف سي مع بيراميدز. السبت الزمالك زد اف سي الاهلي وبيراميدز. مواليد 2007 طبعا 2007 بيلعب على ملعب كامل السنه دي،
يمكن في بعض الانديه بتقول ان هو تبع قطاع البراعم، وبعض الانديه بيدرج هذه الفئه السنيه تحت فرق قطاع الناشئين. 2007 الاهلي وزد اف سي الخميس 26، الزمالك وبيراميدز الجمعه الاهلي والزمالك وزد اف سي وبيراميدز، السبت الزمالك وزد اف سي والاهلي وبيراميدز. يبقى كده احنا يعني كان معانا حصريات وجدول البطوله اللي هيقام، البطوله الدوليه الوديه المقامه في ملاعب نادي زد. كل الشكر للكابتن علاء نبيل على هذه الثقه الغاليه، كل الشكر على المنظومه المحترمه. يعني اسمحوا لي اطلع فاصل وهستقبل يعني نجم الجد وولاء الحارس محمد خميس، حارس المقاولون العرب مواليد 2001 في الفرقه الاستثماريه، المدير الفني لها الكابتن صبري سمير. وهيكون معايا نجم الحلقه الكابتن عبد العزيز مصطفى، حاول الكره المصريه وذئب كبير من ذئاب قلعه ذئاب الجبل. اسمحوا لي اطلع فاصل ونتواصل مع حضراتكم.